مجاورة سواء في مخمور في صلاح الدين، لكنه في قاطع كركوك تم قتل 22 إرهابي. أيضا إلقاء القبض على 46 من قيادات داعش في أوكارهم عندما كانوا مختبئين من قبل قوات الشرطة الاتحادية بفرق الأربعة المنتشرة في كركوك، وأيضا ألوية 61 وال 45 وال 52. وأيضا هناك جهد جبار لخلية الصقور الاستخباراتية الموجودة ضمن استخبارات كركوك وكل الأجهزة الاستخبارية وأيضا شرطة كركوك. هناك حقيقة عمل جبار من أجل إلقاء القبض والقضاء على أي بؤرة من بؤر الإرهاب في محافظة كركوك. أيضا هناك دعم لهذه القيادة من قبل السيد المحافظ بتزويد القيادة خلال هذا الأسبوع ب8 كاميرات حرارية متطورة جدا مدى الرؤية الليلية 12 كيلومتر. وأيضا الأسبوع القادم إن شاء الله سنستلم 8 أخرى دعما وخاصة إلى قاطع داقوق من أجل سلامة أيضا أهلنا وسلامة منتسبينا. الإجراءات مستمرة، التعاون مستمر، نعمل كفريق دائما متكامل سواء في داخل مدينة كركوك أو في أطراف كركوك. هناك وحدة القيادة سواء بالجهد الاستخباري أو الجهد الميداني، وأيضا أضاف أن الجهد المدني والوقاية الصحية نحن متعاونين مع الجميع من أجل سلامة مواطنينا في محافظة كركوك. كل الشكر والتقدير للمتعاونين للساندين للإعلاميين من أجل سلامة أهالي كركوك وسلامة بلدنا العراق، وشكرا جزيلا.